اللي متابع الوضع الاقتصادي في مصر سهل عليه يلاحظ ان في عملية ضغط كبيرة جدا على الاقتصاد المصري، والضغط الاكبر على الجنيه. عشان كده تقريبا مفيش كلام الفترة اللي فاتت غير عن التعويم. ويا ترى ايه اللي بيحصل والحكومة هتتصرف ازاي؟ وده اللي هنعرفه مع بعض وهقولهولك انا لارا مدحت. في البداية تعالى أقولك كده على اللي حصل على الساحة الاقتصادية المصرية خلال الفترة اللي فاتت. أولاً في ضغط كبير من وكالات التصنيف العالمية، وكان آخرها وكالة موديز اللي خفضت تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية العام ده، وانخفض تصنيف مصر الائتماني من B3 ل CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي درجة ائتمانية تعني وجود مخاطر كبيرة تحيط بسداد الديون السيادية للدولة. وزير المالية الدكتور محمد معيد رد طبعاً على الوكالة وقال إن التصنيف ده بيعكس التحديات الداخلية والخارجية اللي بيواجهها الاقتصاد المصري. وأكد وزير المالية كمان إن في جهود حكومية لترشيد النفقات خلال العام المالي 2023-2024 لضمان تحقيق فائض أول 2.5% من الناتج المحلي. وفي خبر كمان مهم جدا، وهو إن البنوك قررت وقف العمل بكروت السحب المسبق خارج مصر، وده بغرض تحجيم تعاملات الدولارات وخروجها من البلد، خاصة مع انخفاض كافة بنود الدخل بالعملة الصعبة. وطبعا كل ده بخلاف الكلام اللي قالته المدير العام لصندوق النقد الدولي اللي كان في تحذير صريح، وهو ان مصر ستواصل استنزاف احتياطاتها لو لم تخفض قيمة الجنيه، لكنها قالت كمان مباحثات لايجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة. نفهم ايه بقى من الكلام اللي فات ده؟ نفهم انه لا محالة من تعويم الجنيه او تخفيض قيمة الجنيه، واللي اعتبر الرئيس السيسي ابن قومي. طب السؤال، هو تحرير سعر الصرف ده الحل الوحيد؟ بص يا سيدي، خبراء الاقتصاد قالوا ان تخفيض قيمة الجنيه او اننا نعمل اجراءات صندوق النقد يعتبر انتحار. السؤال هنا بقى، ايه الحل؟ الحكومة المصرية ما قدامهاش غير حلين. الاول هو تطبيق اجراءات صندوق النقد الدولي وعمل مرونة اكبر في سعر الصرف، وبالتالي ينخفض الجنيه والناس تتحمل تبعات ده. اما الطريقه الثانيه بقى فهو تقليل الاستيراد من الخارج بشكل كبير جدا، الا من السلع الاستراتيجيه زي الرز والزيت والسكر والقمح وغيرها كتير. لكن ما تفقدش الامل، الحكومه اخذت كام اجراء كده يمكن بشكل كبير يخلوها تتجنب تخفيض قيمه الجنيه. اولها ان الحكومه بتحاول تخفيض الضغط عن الجنيه من خلال زياده الصادرات او تشجيع السياحه وبيع الاصول، او قرار اجراءات اخرى لزياده الايرادات الدولاريه. من كام يوم كده كان في إجراء مهم جدا، وهو توقيع البنك المركزي المصري اتفاقية مع مصر في الإمارات العربية المتحدة المركزي لمبادلة العملة، وده هيتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة بتوصل ل 42 مليار جنيه مصري و5 مليار درهم إماراتي. يعني سعر الصرف الدرهم الإماراتي وفقا لهذا الاتفاق يبلغ 8.4 جنيه مصري، وهو السعر الرسمي للبنك المركزي المصري. مش بس كده، ده كمان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله وقع مع نظيره الصيني اتفاقية مبادلة للعملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي وفق بيان رسمي. وفي وقت سابق كان البنكين قد وقعا اتفاقية ثنائية بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات لأجل 3 سنوات، وانتهى أجلها في عام 2019. مش بس الإمارات والصين، لكن في مفاوضات بين البنك المركزي ونظيره التركي هتبدأ الأسبوع المقبل لبحث التعامل بالعملات الوطنية بدل من الدولار في التبادل التجاري لخفض حجم الطلب على العملة الأجنبية. كل ده إجراءات بيتخذها البنك المركزي لتخفيف الضغط على الجنيه المصري. فيا ترى هتقدر الحكومة تحمي العملة المحلية فعلا ولا لا؟ اكتبوا لنا في التعليقات.